بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل بقى حاجه سهله مع شويه الجميع، يعني اللي هي الاكله التقليديه بتاعتنا البسيطه دي. هنعمل لوبيا ورز بشعريه ولحم. اول حاجه انا كنت نقع اللوبيا، بنقعها حوالي ساعه كده، منقيها ونقعها في ميه، وبعدين بروح جايه سلقاها على البوتاجاز. يا دوب بخليها تاخد غلوه واحده بس على البوتاجاز، واروح جايه قافله عليها. تاني حاجه بقى بروح جايه عامله التسبيكه بتاعتها. احط بصله بس، احمرها في سمنه بزيت. اول ما تحمر اروح جايه نازله عليها بالصلصه. بعد كده اروح جايه حاطه معلقه ملح ومعلقه فلفل ومعلقه كمون، واسيبها بقى تتسبك كده مع بعض. اول ما يتسبكوا خالص بقى والاقيها يعني يكفي، يعني الصلصه بقت تقيله كده، اروح جايه نازله باللوبيا. اللوبيا انا بديها غلوه واحده بس، عشان تاخد من الصلصه وتشرب من الصلصه في قلب الصلصه كده، ما تبقاش تتهرر يعني وتتكسر. لا يا دوبك انا بديها غلوه وهي بس تتسلق واقفل عليها. خلصت بقى اللوبيا. انا كنت بشوح اللحمه بعمل بروح جايه حطها مشوحه، اديها صدمه كده مع بصلايه مع فلفل ورق لوري مش عارفه اول ما تتشوح بقى من جميع الجهات، بروح جايه حاطه عليها ميه مغليه واوطي عليها واسيبها بقى تستوي. كل ما تعوز تزودها برضو ميه مغليه عشان ما تشدش معايا. اعمل بقى رز بالشعريه. حطيت سمنه على زيت، وبعدين احمر الشعريه. اول ما احمر الشعريه وتحمر اروح جايه نازله عليها ومشوحه مع الرز، غسله الرز ومنزلاه، واحط له معلقه ونص ملح. في الوقت ده ببقى غاليه ميه سخنه بحطها على الرز، مبحطلوش ميه بارده عشان هي بتطلع من فرن. احط له ميه سخنه، واول ما يشرب الميه بتاعته اوطي عليه. وبعدين اروح جايه حاطه بقى اللوبيا في قلب اللحمه. وادي شكله يا حبايبي بقى بعد ما خلصت. يا ريت لو عجبكم